لو عندك سمكة واحدة هتعملي أحلى وأجمل طبق سمك زي ما انت شايفة كده. السمك بتاعنا يا جماعة لما بنعمله بالطريقة دي وبنقطعه بيرمي أكبر كمية طعم وريحة وجمال وكمان توفير. الطريقة دي انسي انك تفيها عند أي حد تاني. بصي بقى طري وزبدة من جوه ازاي. هقولك بقى على الطراوة بتاعت اللي هو يبقى طري من جوه وعامل زي الزبدة كده اهو، وكمان الصفار والجمال اللي انت شايفاه ده من قدام، من بره قصدي. هتاكلي أحلى وأجمل سمك كلتيه في حياتك. لو أول مرة تشوفيني يسعدني ويشرفني انك تنوريني، تعملي لي احلى اشتراك من ايدك وتحطي لايك للفيديو. انا هنا عندي كيلو سمك. كيلو السمك بيبقى 3 سمكات معروفه، اي سمك بنجيبه 3 سمكات. اي نوع سمك تحبيه وتفضليه هاتيه. احنا هنا عندنا السمك بتاعنا ده هنقطعه 3. طبعا لما بتقطعيه التقطيع بيبقى وسط عشان ما ينشفش منك لو رفيع، ولو تخين مش هيرمي معانا كميه، فاحنا هنا هنخليه وسط عشان يرمي معانا كميه حلوه ويبقى جميل معانا وفي نفس الوقت ما ينشفش ويبوظ مننا. طبعا لو السمك الصغير بلاش تقطعيه هينشف معاكي على النار. خليكي في السمك اللي هو تبقى فيه لحم شويه وتقطعيه كده، هتاكلي سمك طعم وريحه وجمال. بصراحه انا فاتني كتير لان انا ما كنتش بعمل الطريقه دي. المره دي السمك بتاعنا يا جماعه طعمه تحفه جدا. انا غسلته بخل وليمون ونضفته وظبطته زي ما انتم شايفين كده. وبلاش تحطي قصدي ملح وليمون، بلاش تحطي خل. الخل بيهري السمك، الغي الخل. خلينا بقى هنا في حبه توم وحبه فلفل، ضربتهم في الكبه وجبتهم. ما عندكيش كبه اشتغلي بالهون كده وقوي نفسك. وحطي حبه كمون وحبه كزبره وحبه فلفل اسود وحبه ملح. التتبيله بتاعتنا مش عايزه اكتر من كده. لو ما عندكيش كزبره وما عندكيش فلفل اسود هنستغنى عنهم. احنا هنا السمك بتاعنا اساسه الكمون، اساسي وريحه وطعم وجمال هو الكمون بتاعنا. بيحب الكمون زي عينيه كده. هنقلبه تقليبه كويسه. عندك وقت بقى تسيبيه ساعه، عندك ما عندكيش ومستعجله زي حالاتي اشتغلي على طول. هنقلبهم كده تقليبه حلوه. وهاجي بقى هنا هجيب الكفر بتاعنا كده وهقول لك على الكفر بتاعنا اللي احنا هنعمله دلوقتي. هو اللي هيخلي السمكه بتاعتنا طريه وجميله جدا. يعني لما تبقى من الدقيق على طول طالما مقطعينه هينشف معانا. احنا هنا الكفر اللي احنا هنعمله دلوقتي هو اللي هيخليه طري وجميل من جوه. نفس البهارات اللي احنا حطيناها في التتبيله هي اللي هنحطها في الدقيق. ما تكتريش دقيق، يا دوبك اقل يعني كوبايه الا ربع على كيلو السمك. لو كترتي هيترمى ملوش اي لازمه، لان الكميه دي بترمي كتير وبتقعد معانا. يبقى هنا معانا كوبايه الا ربع دقيق، عليها حبه كركم زي ما انت شايفه، وحطيت الاول كمون وفلفل اسود وملح. هنقلبهم كده. انا عايزه هنا السمك بتاعنا يبقى زي كده. انا مش عايزاه ولا يبقى خفيف ولا تقيل. لو خفيف مش هيشرب معانا في السمك، لو تقيل هيبقى فيه طبقه تخينه من فوق وهتبقى السمكه مش باينه. هتبص هتلاقي طبقه دقيق من فوق ومن تحت ودارت ملامح السمكه خالص. هاتي هنا برضو نفس النظام، كوبايه الا ربع دقيق، حطي عليها حبه كمون وحبه ملح وحبه كركم فقط لا غير. اساس التتبيله بتاعتنا كمون وكركم، مفيش اكتر من كده، البهارات بتاعتنا قصدي. ننزل بقى بالسمك بتاعنا بتتبيلته بحلاوته وجماله وحركاته وتحفه. طعم بجد بجد يا جماعه جميل جدا. طريقة السمك انك تقطعيه صدقيني جربيها والله العظيم قسما بالله. انا جربتها لقيته رمى معايا كمية اكتر من الكمية اللي انا بعملها. هو نفس الميزان اللي انا بجيبه، هو نفس العدد اللي انا بجيبه، بس لما قطعته كان فيه بركة اكتر. هتقولي لي ليه؟ اقول لك معرفش، بسم الله ما شاء الله حسيت ان في كمية وزاد معانا تاني يوم. طبعا احنا مش عادتنا للسمك يقعد معانا تاني يوم، دي ما بتحصلش. الكميه بسم الله ما شاء الله ادت معانا كتير وبسم الله ما شاء الله يعني. هتلاقي لو عندك عزومه هتصد معاكي هتصد. ما تلاقيش نفسك بقى بتجيبي بالخمسة 6 كيلو كده وتحطي والكلام ده. لا، هاتي كميه قليله وقطعيها ورصي في الطباق كده، حاجه هتشرفك وطعم وريحه وتحفه. السمك بتاعنا هنا بقى زي ما انت شايفه. طبعا انت شفتي انا بعمله ازاي. بجيبه لازم انفضه من الخليط بتاعنا وانفضه من الدقيق. دي اهم حاجه، ما تخليش ولا عليه دقيق ولا عليه الخليط بتاعنا. زيتك لازم يكون سخن. ولازم اهم حاجه طبعا عشان تاخدي حاجه مقرمشه سواء سمك او غير سمك، ما تنزليش بكميه كتيره وتهبطي الزيت معانا والزيت يبرد وتلاقي نارك عاليه. بس انت حاطه كميه كبيره مش مشجعه للزيت بتاعنا يبقى سخن. طبعا انا هنا لقيت الطاسه بتاعتي كبيره قوي فنزلت بواحده تانية. بس هنا بصي اهم حاجه ما تلزقوش في بعضه. لو حطيتي كتير ولزقتيه في بعضه زي ما قلت لك هتهبطي الزيت معاكي وهتخلي الزيت معاكي برد. حتى لو انت معليه النار على الاخر مش هيبقى سخن لان انت حاطه كميه كتيره. اول حاجه السمك بتاعنا شرب زيت. تاني حاجه عجن معاكي معرفتيش تحركيه. تالت حاجه مش هيطلع مقرمش، هيبقى طلع طري ومش حلو خالص. فانت اهم حاجه تكوني معليه نارك وتكوني مقلله الكميه بتاعت السمك عشان من الجناب وكله يتقرمش كده ويبقى جميل من كل ناحيه. يبقى وصل له الزيت وغرقان فيه من كل ناحيه ونارك عاليه بتقلبي فيه كده اول باول
عشان اللون بتاعنا يبقى هو نفس اللون ما يتغيرش، وفي نفس الوقت بيبقى حاجه كده جميله. طول ما في شكشكه كده ما بين السمكايه، تعرف اللي لسه في حتت ما استوتش. اول ما تلاقي السمكه بتاعتك خلاص الزيت من الناحيه اللي عندها قل، هتعرف ان السمكه بتاعتك استوت. يعني زي الحلوه الصغنطوطه دي، لونها بقى جميل جدا والزيت بتاعها قل خالص، رحت مطلعاها. دول لسه شويه. لما تلاقي سمك استوى وسمك ما استواش، ما تكسريش وتقولي لا هطلعه مع بعضه. اللي استوى وشكله احمر وبقى لونه ذهبي زي الجمال اللي انت شايفاه قدامك ده، والمرحله الجميله اللي انت شايفاها قدامك دي، يبقى كده خلاص تطلعيه على طول. ما تستنيش عليه لما التانيين يستووا عشان ما يتحرقش مننا. وبعد ما يطلع هتلاقي واحده لونها غامق وواحده لونها فاتح، عايزين كله يدينا نفس اللون. الزيت بتاعنا قاعد زي ما هو، بسم الله ما شاء الله. السمك بتاعنا طالع مقرمش وتحفه وحاجه بصراحه، يعني كفايه بس الجمال اللي انت شايفاه ده. لون من بره تحفه ومقرمش وحاجه وريحه، وكمان من جوه يعني بصي عامل زي الزبده. لو قلت لك اللي من جوه عامل زي الزبده ما نشفش معايا خالص. بسم الله ما شاء الله. بصي زي ما انت شايفاه كده، انا قطعتها معاكم وانا واقفه كلتها، يعني من كتر حلاوتها وطعمتها ما استنيتش. بصي بقى على جمالها. لو وصلتي لغايه هنا بقى، ما تنسيش اختك حبيبتك لو اول مره تشوفيني اعملي لي احلى اشتراك من ايدك، وحطي لايك للفيديو وشاركي الفكره لاصحابك. باي باي.